السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم في قناتكم. اليوم ان شاء الله غنوجدوا حريشات اللي كيجيو زويونين ورائعين، خفاف وهشاش بعصيرة البرتقال وبدقيق الذرة، وكيجيو صراحة مزيونين بزاف. فعلى بركة الله ندوزو للمقادير. كناخذوا واحد كاس ديال السميده رقيقه ديال العنبه، وكاس ديال الشاي ديال الدقيق الابيض، كاس ديال العنبه دقيق الذره، وكاس البرتقال القياس اللي غنحتاجو، كاس لاروب ديال الزيت، قشره ديال البرتقال، وبيضه، جوج شاصيات ديال الخميره، و 4 المعالق ديال السنيده. كناخذوا اناء كنوضعوا فيه السنيده والزيت، وواحد شويه ديال الملحه وبيضه، الملحه لتصحيح الذوق، وكنحركو هكا بالفوي. وكنبداو من بعد غنضيفو عصير البرتقال، ومن بعد غنبداو نضيفو في النشويات. فانا هنا احتاجيت لعصير البرتقال واحد كاس ونص ديال العنبه. نتوما مع هاد العبارات ممكن ديروا غير كاس ديال العنبه. فانا من بعد ضفت بهذا القياس اللي درت، ضفت نص كاس ديال السميده رقيقه ونص كاس ديال دقيق الذره، وضفت كاس ديال الدقيق الابيض هكا باش خرجت ليا الكونتيتي شويه كثيره. فحتى هذا القياس اللي عاطياكم راه غيخرج لكم شي بركه. وبالنسبه للبرتقال ديروا غير كاس ديال العنبه ديال البرتقال. مهم نتوما عينكم ميزانكم القياس اللي غادي يجمع لكم الخليط. فكنستمروا هكا حتى كنجمعوا الخليط ديالنا مزيان، وحتى كنكملوا دوك النشويات اللي عندنا. كنبقاو نحركو حتى كيندمج معنا الخليط، وكنحسوا به تجمع، وحتى الذره راها كتشرب، ويعني كتشرب لينا بزاف. فهنايا ضفت نص كاس كيف قلت لكم ديال السميده رقيقه، ونص كاس ديال دقيق الذره. بقيت كنحرك حتى حصلت على القوام اللي بغيت ديال الخليط ديالي بهذا الشكل هذا، اللي ما كيبقاش جاري بزاف، وما كتكونش تاني يعني ناشفه بزاف باش تفرقع علينا. فكناخذوا لاطا كنرشوها بشويه سميده رقيقه، اولا نوضعوا فيها بابي كويسون، فهما ما غيلصقوا معاكم ما والو. فكناخذوا الخليط ديالنا وكنكوروه بهذه الطريقه هذه. واخا الا صق لكم في ايديكم ما تخافوش منه، راه غتحكموا فيها. كنوضعوها في السميده رقيقه، وكنحطوها في اللاطه، وكنكونوا ديجا مشعلين الفران باش يسخن. وكنستمروا هكا حتى كنكملوا الكويرات ديال الخليط ديالنا بحال الشكل كيف كان، يعني كنديروا الطريقه بحال الشكل اللي كنكونوا كنلقموا بحال بهذاك الشكل هذا، باش تغطى لينا كامله بالسميده رقيقه. وكيف قلت لكم يكون الفران سخون، يعني يكونوا مشعلينه من قبل. فكندخلوا اللاطه ديالنا الفران، وكنشعلوا عليها من الفوق حتى كيتفرقعوا لينا، ومن بعد كنوليو كنشعلوا عليهم من التحت. هما ما تياخذوش وقت كثير في الطياب، يعني على بال عمتي اتي راهم في ساعه تيوجدوا، كيجيو رائعين صدقوني. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني وديروا لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد باذن الله، وبالصحه والراحه وشهيه طيبه. وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. جربوهم وردوا عليا الخبر، راه كيجيو ناجحين 100%.